كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخا كلشي صراحه ماشي هو هذاك، كلشي صباح معصب. بغيت نهضر صراحه على المقابله ديال يوم امس والاحداث اللي طراو فيها. كنت بغيت نعبر في الدار وفي البيت ونصور وناخذ راحتي، ولكن للاسف الاراء هربوا وخرجت شويه للطبيعه يضربني البرد باش هكا نحاول ما امكن نقول داكشي اللي بغيت نقول. ما عرفتش صراحه منين غنبدا. واش بيلانتي اللي ضاع؟ واش داكشي اللي داروا السينغال بغاو يخرجوا ينسحبوا؟ واش التكتيك ديال المدرب؟ واش التغييرات؟ واش التنظيم ديال الكان؟ واش الكاس اللي ما ديناش هذه 50 عام؟ واش الاحتفالات ديال الجيران سميتو الدول العربيه اخرى حيت حنا ما ربحناش؟ واش داكشي اللي طرا عاوتاني في السينغال واحد الناس مغاربه اللي تما يتهاجموا لو انها تسجل داك البيت ديال ضربه الجزاء ديال ابراهيم دياز كانوا ممكن يقتلوهم كاع. بزاف ديال الحوايج صراحه بزاف ديال النقط خصنا نتطرقوا ليهم، ولكن غنطرقوا للماتش بالضبط حيت الاحداث الاخرين صراحه مؤسفه للغايه. ما عرفتش هذيك الاحداث علاش اصلا هي كاينه، حيت هذه في نهايه المطاف كره القدم. اكيد ان منتخب غيدي لاكان ومنتخب غينهزم، وللاسف حنا كنا هما داك الكبش فداء، حنا هما اللي كنا انهزمنا. اولا السير ديال المقابله كان شويه صراحه للاسف الشديد ان وليد الركراكي عارف راسو جاي من واحد الماتش اللي هو صعيب، اللي ضد نيجيريا اللي لعبتي فيه 120 دقيقه ولعبتي ضربات الجزاء وعييتي لان الماتش كان واعر، وجيتي لعبتي مع السنغال بنفس اللاعبين وخليتيهم يلعبوا تقريبا حتى ل 75 عاد درتي اول سونجمون. دوك هنا هلكتيهم بدنيا، هلكتيهم السي وليد الركراكي. كان بامكانك دير تغييرات قبل منين دار المدرب ديال السنغال، دار تغييرات اللي دخل فيها مبايي ودخل الديفونس داك ميندي ودخل واحد اللاعب اخر. هنايا يعني هو بان بانه شافك بان اللاعبين ديالك عيا ودار التغيير باش هكا يزيد يعيك اكثر، ولما لا يسجل. لولا براعه بونو كنا غنخسروا صراحه باش نكونوا واقعيين. بونو هو اللي خلانا في الماتش، بونو هو اللي خلانا اننا ما نهزموش، خلانا اننا نخرجوا تعادل، ولكن دياز هو اللي خلانا اننا ما نربحوش. واحد خلاك في الماتش والاخر خرجك في الماتش للاسف الشديد، والثالث ما سيرش الماتش. هذه من جهه. المساله ديال ضربه الجزاء صراحه باش انها تضيع ولا تمر كمساله وارده في كره القدم، وخصنا نكونوا عارفينها ومتاكدين منها 100%، لان روبرتو باتجو في 94 راه ضيع بيلانتي في الفينال ديال كاس العالم، ضربها خرجها هو على التيران كاع. مازال ابراهيم دياز راه عطاها له في يدو كان بغى يدير بانيكا. الحاجه اللي ما تقبلناش هو الطريقه باش تضربات ضربه الجزاء، فيها شويه ديال الاستهزاء ديال الخصم، ان كره القدم الا ما احترمتيهاش ما غتحترمكش. ديك الدقيقه بالضبط كان بامكانك تضرب ضربه الجزاء بواحد الطريقه اللي هي شويه بروفيسيونيل، ضربها لاي جهه بغيتي، تقدر تضيعها غتعذر، ولكن بهذيك الطريقه كانت شويه صعيبه. هادشي اللي كاين السي ابراهيم باش تكون عارفها، لانك انت كنتي كتحمل تاريخ ديال 50 عام اننا ما ديناش لقب، 40 مليون واحد كيتسناك. الدقيقه تقريبا 100 بما انه زاد 8 دقائق وكان توقفات وصلنا ل 100، دونك كنتي غتضرب غتمركي غتحتفلوا غيمشيو يفرقوا السونتر غيرفعوا كره غيصفر سالينا غنديو اللقب، غيهضروا غيديروا اللي بغاو، هناك ما كيهمناش داك الشيء. فان كونط اننا دينا اللقب. حاجه اخرى التسيير ديال المدرب وليد الركراكي للاسف الشديد ان لا تغييرات كيعطيو الاكل ديالهم، ولا سونجمو كيكون اصلا في نهارو لانه جايب لي لاعبين اللي هما مضروبين، اللي هما مثلا نبداو من سايس اللي تضرب في الماتش الاول علاش معيط له، نزيدوا عليها الياميق، نزيدوا عليها ماسينا، نزيدوا عليها ايغامان اللي جاي مضروب، نزيدوا عليها اوناحي اللي كان مضروب حتى هو مع جيرونا. اللي على الاقل كنتي تجيب لاعبين اللي ما مضروبينش اللي حتى هما يستاهلوا يلعبوا في المنتخب الوطني المغربي، واللي كان عليهم حديث كثيره بزاف، اللي حيت غتدخلو غيعطي ما في جهدو، غيدير ما في جهدو، لانه ما جيش من اصابه اول حاجه وعنده تنافسيه وغيكون كونديسيون فيزيك غيكون واقف فيقدر يعطي. على الاقل ما يخرجش عليك وما يبانش بدنيا ضعيف وما يعطيش يعني ما يخليش البوست ديالو يعني باين فارغ، لانه ما قدم حتى شي اضافه بحال مثلا ايغامان اللي جاي من الاصابه وانت دخلتيه ساليتي لي سونجمون دخلتيه هو تضرب وخلاك لاعب ناقص، انت خاسرك بواحد كتقلب على التعادل وخلاك لاعب ناقص للاسف الشديد. وليد الركراكي صراحه في المقابلات الكبيره كيكون صغير وفي المقابلات الصغيره كيكون كبير. هادشي اللي كاين الاخوان باش نكونوا واقعيين. حنا دابا ما كنبروفوكيوش، زعما ما كنهاجموش ولا كننتقدوه حيت ما كيعجبناش ولا ما بغيناش يكون في اونترينور ديال المنتخب، ولكن جبنا حتى النهار الكبير وخلانا نبانو صغار. هادشي هذا اللي ضر في الخاطر، وخليتي بزاف ديال الناس يهضروا وخليتي بزاف ديال الحوايج يطراو للاسف اللي ما كناش بغيناهم ولكن طراو. ما عندنا ما نديرو دابا غير نتاقلموا مع الوضع وصافي، هذا ما كان.
صراحه حتى التغييرات كتحس بان ما كيكونش كاع حيت كتخرج لاعبين منهكين جسديا وكتدخل وحدين اللي كاينين في السونجمون، كتحس بهم حتى هما بحال هذوك اللي كانوا لاعبين حتى هما عيانين اكثر منهم، ما كيقدموا لك لا اضافه لا والو. هذا هو المشكل الاكبر للاسف الشديد، لان كون كان عندك بونتوش زوين كنتي غتدخلو غيعطيك الاضافه بحال كيف ما كيدير اي منتخب ولا اي فريق، حيت التغيير كيكون باش يعطيك اضافه ماشي باش يخرج عليك للاسف الشديد. وكان واحد الحديث اللي طويل بزاف على ضربات الجزاء ديال ان كانت تفاهموا باش يضيعها، وهذا التخربيق هذا هادشي هذا ما كاينش. الاخوان كاملين خصنا نكون عندنا تقبل ديال الهزيمه وتقبل ديال ان ابراهيم دياز للاسف فقد التركيز، نقدروا نقولوا فقد التركيز، نقدروا نقولوا انه ما تعاملش مع ضربات الجزاء كيف ما خصها يتعامل معها، ما عطاهاش حقها، ما احترمش لكرة القدم اون جينيرال، حاول ما امكن انه يستهزأ بواحد الحارس اللي كبير اللي هو ميندي، ولكن للاسف لان ميندي ديجا كان جبد نفس البيلانتي لاغويرو ملي كان هو مع تشيلسي وكان اغويرو مع السيتي بنفس الطريقه جبد له بيلانتي باش يكون واقعيين. لان حتى التصريح ديالو اللي شفت ديال ميندي قال بانني شفت ابراهيم دياز كيتباطأ منين قرب للكره كيتباطأ، فهنا جاتني فكره ديال انه ممكن يضرب في الوسط، انه هو طاح وكان عنده الريفليكس السريع وكانت هذيك البانيكا سريعه كان بامكانها التمركه، ولكن ضربها صراحه ابراهيم دياز ضربها بواحد الطريقه ما مفهوماش، كون ضربها بديك الطريقه اللي كان مركب بها مثلا اشرف حكيمي ضد المنتخب الاسباني في كاس العالم في بيلانتيات، كان بامكانه قبل ما يرجع يوقف الحارس مندي كانت غتكون في الشبكه. للاسف الشديد انه فقد التركيز وضربها بطريقه سيئه، وللاسف الشديد هادشي اللي كان. ما عندنا ما نديرو دابا من غير اننا نتقبلوا الهزيمه، وما عندنا ما نديرو من غير اننا نقولوا بان ابراهيم دياز ضيع ضربه الجزاء، ماشي كانت شي حاجه من دوك المسائل، هو الحاج ديوف كان كيدوي لا وهماني مشى عيط لهم لا، وهذاك هاد المسائل كاملين ما عندهم حتى شي علاقه بالواقع، لان الواقع كيقول بان ضربه الجزاء ضاعت، ومنين ضيعنا ضربات الجزاء اوتوماتيك اللاعبين كاملين فقدوا التركيز وخرجوا من المباراه، كلشي بقى كيفكر غير مع داك البيلانتي اللي ضاع اللي كنا غنديو به اللقب. وهنا المنتخب السنغالي غتحيا فيه روح جديد، غيرجع للمقابله بروح جديد، غيشوف ان الكاس بغاتو، فاكيد انه يسجل هدف اللي جا من مور ما العناوي دار واحد الفوت. العناوي كان عند روح لان اصلا قدم كان واعر ماتش كبير، للاسف الشديد كانت ديك الاصابه حتى هو كان بامكانه يترومبلاصا، وللاسف الشديد نفس الهضره غنقول لكم بان الرومبلاسمون اللي غيدخل بلاصه العناوي ما كاينش، التيرغالين ضعيف وضعيف بزاف، امرابط مضروب حتى هو، كون جبتي مثلا حريمات كان غينفعك في هاد لي زوكازيون ان مثلا هو تضربك يونس العناوي، فقد التركيز الدميات كتسيل، وبالرغم من ذلك بغى يلعب ولكن للاسف ما عنده ما يدير. كان بامكان حريمات يدخل ويعطيك مثلا لو شوا ديال انه يخليك لاعب في نفس السياق، ولكن الكوتشينغ حيت كيكون ضعيف اكيد غيكون عندك شي ثغره وديك الثغره كتستغل للاسف. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمناو ان والد الركراكي يحط السوارت ويخلي شي مدرب اخر يدير الخدمه ديالو، لعل وعسى يكون القادم اجمل ان شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم.